يقولون إن البدايات تحدد المصير، لكنني كسرت القاعدة. أنا شجر الدر، الجارية التي لم يعرف لها أحد أصلاً. قيل خوارزمية وقيل أرمنية، لكن الحقيقة أنني كنت أكبر من مجرد تاريخ ميلاد. اشترني الأمير الصالح نجم الدين أيوب، ولم أكن كباقي الجواري أكتفي بالرقص والغناء. تعلمت القراءة والكتابة، وتبحرت في علوم السياسة، حتى أصبحت ظله الذي لا يفارقه في كل رحلاته. رزقني الله منه بابن خليل، فصرت حرة بلقب أم خليل. لكن طموحي كان يمتد لما وراء الحرية، كان يمتد للعرش. هل تسألون لماذا سجن زوجي؟ الحكاية غدر في ثوب قرابة. المالك الكامل والده كان أسير قلبه لزوجته سوداء بنت الفقيه، تلك المرأة التي حاكت المؤامرات حتى أبعدت الصالح عن ولاية العهد، ونصبت ابنها العادل ملكاً بدلاً منه. وعندما حاول الصالح استرداد حقه، نصب له ابن عمه الناصر داود فخاً في الكرك واعتقله. 7 أشهر قضيناها في عتمة الزنازين. كان الصالح يظن أن الدنيا انتهت، لكنني كنت عينه التي ترى النور. كنت أقول له: صبراً يا ملك مصر. كنت أرسل الرسائل السرية من خلف الجدران، أحرك الأمراء المماليك في القاهرة ضد العادل اللاهي الذي أضاع أموال الدولة على نزواته. وبالفعل ثار المماليك وأجبروا الجميع على إطلاق سراحنا لندخل القاهرة فاتحين، والناس يهتفون باسم الصالح وباسمي. وفي عام 1249 واجهت أصعب اختبار قد تواجهه امرأة. لويس التاسع ملك فرنسا بجيوشه الصليبية يدنس أرض المنصورة، وفي تلك اللحظة الحرجة أسلم الصالح روحه لبارئه. تخيلوا الموقف: جيش يواجه عدواً شرساً وملكهم فرق الحياة. لو تسرب الخبر لانهارت العزائم وسقطت مصر. هنا نزعت رداء الزوجة المكلومة وارتديت رداء القائد. استدعيت رئيس القصر وقائد الجيش وأمرتهم: الملك لم يمت، الملك مريض ولا يقابل أحداً. كنت أدخل الطعام لغرفته وأخرجه، وزورت توقيعه على الفرمانات العسكرية ببراعة. أدرت المعركة بدم بارد حتى هزمناهم شر هزيمة، وأسرنا ملكهم في دار ابن لقمان. كنت أنا السلطان الذي لا يراه أحد، لكن الكل يطيع أوامره. نودي بي رسميا سلطنة المسلمين، لكن هيهات لدنيا الرجال أن تنصف امرأة. سخر مني الخليفة المستعصم، فاضطررت للتنازل عن العرش لأعز الدين أيبك وتزوجته. ظن أيبك أنه الملك، ولم يعرف أنه كان مجرد ستار لي. تحكمت في كل صغيرة وكبيرة، ومنعته حتى من رؤية زوجته الأولى وابنه علي. وعندما تجرأ وفكر في الزواج من ابنة صاحب الموصل ليخرج من تحت سيطرتي، كانت نهايته. غسل بدمائه غدره في حمام القلعة، قتلته بيدي وأوامري، وظننت أنني استعدت ملكي. لكن القدر كان يخبئ لي قباقيب الغدر. أم علي زوجته التي أهنتها لم ترحم ضعفي.
أمرت جواريها بضربي على رأسي حتى الموت. أنا التي حكمت مصر بذكائي. ألقيت جثتي عارية من فوق الأسوار، وبدلاً من النواح وزعت أم علي حلوى الخبز واللبن والمكسرات فرحاً بموتي. سأل الناس: ما هذه الحلاوة؟ فأجابوا: إنها حلوى أم علي. ماتت شجر الدر وبقي اسمها مذاقاً حلواً في أفواه الناس، ينسون معه أنها كانت يوماً أقوى امرأة في تاريخ الشرق. تذكروني ليس فقط كطبق حلوى، بل كسلطانة أوقفت الزحف الصليبية وأنقذت ملك مصر. سلب النوم خيال مر بي في فؤادي لحبيب غائب، فاستثار الطيف قلبا مثقالا، أضرم الحب فأهوى جانبي. يا خليل الروح هلا زرتنا في شروق الشمس أو في المغرب، أو فزرني في منامي علنا نلتقي لو في زوايا الحب.